معكم من غزة. ليش احنا بغزة وليش بيصير فينا هيك؟ كل واحد فينا بيسأل، كل العالم بيقول ليش بيصير في غزة هيك؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم. لمن؟ للمؤمنين. احنا ان شاء الله مؤمنين، وهذا دليل قاطع في القرآن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الخمس حاجات فيها الغزة، نقص من الأموال والأنفس والثمرات. طب الجائزة يا رب؟ هالموت وهالهدم وهالقتل وهالتشريد والتجويع وهالخوف. قال وبشر الصابرين. ان شاء الله نكون من الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه. ايش بنقول احنا اهل غزه؟ ما بنلطم الخدود ولا بنشق الجيوب، انا لله وانا اليه راجعون. طب الجائزه يا رب؟ قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. تصور انه ربنا بيصلي عليك، صلوات ربنا رحمات وكرامات وبركات وارزاق في الاخره. بالله عليك لو كشف لك النقاب عما ينتظرك عند الله، لو ربنا قال لك بدي اوريك شوي من الجنه، ايش انا مخبي لك؟ يعني انت بتموت كل يوم وبتجوع كل يوم وبتطارد كل يوم وبتدور على رغيف الخبز بتلاقيهوش. في غزه ناس بتموت من الجوع، يومين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره فيش اكل، اولاد صغار بموتوا من الجوع مش لاقيين اكل. طب وين هذا يروح؟ قال الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. قال الجائزه اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. قالوا كمان واولئك هم ايه؟ هم المهتدون. طب يا رسول الله عندك حاجه تشغلنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه من امتي. لا تزال للايه؟ للاستمراريه يا اهل اللغه، يعني انتم مستمرين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ونحن على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين ونحن قاهرين، لكن لا يضرهم من خالفهم. الكل العالم الآن بيقول ليش يا غزة عملت لي في حالك هيك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يضرهم من خالفهم. احنا ناس غلابة بنحبش الحرب، وناس طيبين بنحب السلام، وبنكرهش حد ولا بنكره مسلم ولا غير مسلم، لكن لما يفرض علينا القتال لن نركع إلا لله. هذه هي الحقيقة. لكن لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من لأواء. صدقت يا رسول الله. وهي اللأواء الفقر والهم والخوف والجوع والتشريد. أنا شخصيا 14 منزل بين عيادة ومستشفى ومخزن للدواب، وأكلنا والله العظيم علف الدواب، ونمنا ليالي طاوين بدون طعام، تحتبس دموعنا في عيوننا خجلا من أولادنا، لكن نحتسب أجرنا من؟ من الله سبحانه وتعالى. يكفيك في القرآن يا ابن غزة يقول لك وبشر الصابرين. وبشر الصابرين يقول لك ربنا وإن الله مع الصابرين. ويكفيك هذه إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. والسلام عليكم من غزة.